بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق هاتها من الشبكة. الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. الأهلي والداخلية زي ما توقعنا، قلنا لك توقعات بالأرقام بالتاريخ بالجغرافيا بكل المواد. الأهلي يكسب، الأهلي يكسب، الداخلية مرتاح. هي دي عايزة كلام؟ يعني دي عايزة توقعات؟ عيد مرازيق مدير فني محترم، مدير فني عنده فكر. الأهلي فاز 2-1 بالعافية الماتش اللي فات، لكن انت شايف الشوط الأول الأهلي جونين وجونين اوفسايد وضربة جزاء ملغية. يعني الاهلي كان ممكن يكسب 4-5 الشوط الاول بس. اسامه ابو علي مهاجم يا جماعه، مع انه ضيع كوره ما تضيعش باسيست من امام عاشور على خط الستة والجون فاضي، لكن اسامه ابو علي مهاجم. طبعا حسين الشحات واسامه ابو علي بيعملوا الاحتفال بتاع كهربا نن 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 عشان ايه؟ يعني بيحاولوا يلطفوا الاجواء بتاعت كهربا وعشان كهربا يرجع والكلام ده. بس خلاص يا جماعه، كولر ما بيفرقش مع الحاجات دي. تعملوا نني تعملوا مش نني، كولر مدرب خواجه، والخواجه باخد قراره من دماغه، واداره الاهلي سايبه له كل حاجه. هو رئيس جمهوريه الكوره في الاهلي زي ما بيقولوا. فكولر كهربا بالنسبه له موضوع وانتهى. الصفحه واتقطعت. صفحه وايه؟ واتقطعت خلاص. فما تستنوش كهربا يرجع تاني ويلعب تاني بتيشيرت الاهلي. خلاص انسى الموضوع ده، خلص. ده بالنسبه لكهربا. طبعا الاهلي والداخليه زي ما قلت لك، الاهلي يواصل الضغط على بيراميدز، الاهلي يواصل الزحف على بيراميدز. الاهلي اللي النهارده المنتخب الاولمبي زي ما قلت لك قبل كده، وانا موقفي ثابت مش هغيره. عيب ان الاهلي يحوش او يمنع امام عاشور ومحمد عبد المنعم على المنتخب الاولمبي، فده شيء عيب شايفه ما ينفعش. كان الاهلي اولى. بعد يقول لي يا عم احنا بننافس على الدوري وامام عاشور لاعب اساسي وعندك محمد عبد المنعم لاعب اساسي، ما ينفعش. والله الاهلي مدجج بالنجوم ومليان نجوم، بس مصلحه مصر، لما اتكلم في مصلحه مصر اهم من الاهلي والزمالك كل حاجه. على الناحيه التانية الزمالك هيروح منه حسام عبد المجيد ومحمد شحاته وزياد كمال وزيزو، 4 لعيبه. زيزو اساسي، حسام عبد المجيد اساسي، محمد شحاته اساسي، الوحيد اللي احتياطي زياد كمال. واحد هيقول لي يا عم الزمالك مش بينافس على الدوري، الزمالك ما خلاص رمى الفوط. يا عم الحاج، انا عندي مصر اهم من اهلي ومن زمالك. طالما المنتخب طلب فلان وفلان خلاص، انما الموضوع خلص خلاص، ومفيش تاجيل للدوري ومفيش الغاء للدوري. واحمد دياب طلع وقال لك الدوري هيستكمل مفيهوش تاجيلات، مش هنأجل ماتشات دوري خالص. واتفقنا مع الاهلي واتفقنا مع بيراميدز وخلاص. بيراميدز عنده ابراهيم عادل، والاهلي هيروح منه كريم الدبيس وحمزه علاء اللي هم اللعيبه الصغيره، وهينضم كل اللعيبه بكره وخلاص، والقصه خلصت. وامام عاشور ومحمد عبد المنعم مش هيروحوا مع الاهلي، هيكملوا مع الاهلي، مش هيروحوا المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي خد فوق السن زيزو ومحمد النني اللي شطب كوره اللي معتزل. معرفش محمد النني رايح يعمل ايه في المنتخب الاولمبي. ده سؤال بساله يعني للساده المسؤولين بتوع رابطه الانديه واتحاد الكوره وميكالي. الراجل كان طالب محمد عبد المنعم وامام عاشور وزيزو، ده ميكالي المدير الفني زي كولر كده. انما تدوله زيزو والنني، ده بالنني ده معتزل يعني، ده خلاص شطب يعني. المهم ده اللي حصل. طبعا الزمالك فك القيد، مش فك القيد كله يعني ايه، هو خلص جزء كبير من مشكله خالد بوطيب ودي المشكله الكبرى، انما المشاكل التانية سهله جدا هتخلص. مساعد فريرا الثلاثه ليهم 34,000 دولار، عندك باتشيكو وساسي، ويعني القصه قربت. فالزمالك قطع شوط كبير النهارده وخد الرخصه بتاعت الكونفدراليه كده. الزمالك ما عندوش اي مشكله خالص يشارك يا باشا، خد الرخصه يشارك في الكونفدراليه السنه الجايه طبيعي. اتحاد الكره كان مديله مهله، والكاف مدي الزمالك مهله حتى يوم 5، النهارده 4. الزمالك خلص القصص دي كلها وحول $1,000,000 لخالد بوطيب. فده خبر حلو جدا لجماهير الزمالك، خبر حلو جدا لجماهير الزمالك. كده المجلس الفاشل بدأ ايه يعني، يحس انه فاشل قوي، فقال لك نعمل حاجه تصبر الجمهور علينا، لان جمهور الزمالك على اخره مننا. فخطوه كويسه، خطوه كويسه كده. الزمالك هيجيب صفقات كده بقى، ممكن يدخل في مزايدات ويولع الميركاتو الصيفي مع الاهلي الزمالك. لكن الاهلي عنده زي ما قلت لك القوه الشرائيه ضخمه جدا،
يعني عنده القدرة المالية ضخمة جدا، ما عندوش أي مشاكل خالص، لا وقف قيد ولا فيفا ولا عنده أي مشاكل. فالأهلي لا، أي لاعب الأهلي هيشاور عليه يجيبه فورا. يحيى عطية الله خلاص، قلت لك من زمان، بس في بعض الناس ما بتصدقش اللي احنا بنقوله. من امتى وانا بقول لك يحيى عطية الله جاي الاهلي؟ وفي حالة فشل الصفقة بتاعت يحيى عطية الله، البديل بتاعه في الزمالك. يحيى عطية الله خلاص الرتوش النهائية بتخلص، هيجي إعارة موسم لمدة موسم مع بند في العقد بحقية الأهلي في الشراء، يدفع مبلغ ويشتريه من النادي الروسي ده، مفيش أي مشكلة. يبقى يحيى عطية الله بديل علي معلول. الصفقة تمت، الموضوع انتهى، الموضوع انتهى، انتهى. رسمي يا باشا، رسمي يا باشا، رسمي فهمي نظمي يا باشا. يبقى كده يحيى عطية الله. طيب انت كنت بتقول لو يحيى عطية الله فشلت بديله هيبقى في الزمالك. خلاص طالما الاهلي جاب يحيى عطية الله وهيجدد لعلي معلول خلاص، وعنده كريم فؤاد، فخلاص خلصت القصه. انما يحيى عطية الله لو صفقته كانت فشلت، كان الاهلي اتجه للبلان بي على طول في الزمالك، وكان ممكن ياخده. فكلامنا الحمد لله بيثبت انه صح. يحيى عطية الله النهارده الاهلي خلاص خلص كل الرتوش في هذه الصفقه المهمه جدا. يحيى عطية الله لعيب تقيل 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 تقيل. الاهلي كان حسم صفقه يوسف ايمن، يبقى دي تاني صفقه الاهلي بيحسمها. الصفقه الثالثه للاهلي، فكده هو قرب يخلص صفقه خلص صفقه يوسف ايمن، بيخلص في صفقه يحيى عطية الله. الصفقه الثالثه يا باشا لاعب ونجم زملكاوي، خليك معايا، نجم زملكاوي. بقول لك الاهلي ناويها، الاهلي ناويها، الاهلي ناويها. الصفقه الثالثه للاهلي لاعب زملكاوي، وهو اللي كولر مصمم عليه ويضغط على إدارة الأهلي عليه وعلى إدارة لجنة التعاقدات في الأهلي، وضغط على الدنيا كلها في الأهلي. كولر مصمم عليه، أنا عايز اللاعب ده، يعني زي ما بقول ماليش دعوة، أنا عايز اللاعب ده بأي طريقة. هو مصطفى فتحي. مصطفى فتحي نجم منتخب مصر، نجم نادي بيراميدز، نجم الزمالك السابق. بصراحة مصطفى فتحي لو الأهلي اشتراه، ده أنا مش هقول على مجلس الزمالك ده فاشل، ده فاشل 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 من هنا لأسوان. ليه؟ لأن رغبة مصطفى فتحي زمالك، لكن لو مسؤول الزمالك نفضوه له، ما هو مصطفى فتحي مش هيفضل يتحايل على مسؤول الزمالك، يا عم خلصوني خلاص. مسؤول الزمالك أصلا منفضين منه، هيروح الأهلي. يبقى ده مجلس فاشل، لأن رغبة الولد زمالك، ورغبة جمهور الزمالك إن مصطفى فتحي يرجع، وجوميز طالب مصطفى فتحي. إن الأهلي ياخد مصطفى فتحي هيفرق جدا، زي ما قلت لك على صفقة إمام عاشور. لو تفتكر إمام عاشور اهم نجم في النادي الاهلي دلوقتي، قلت لك عليها قبل كده، قلت لك امام عاشور هيفيد الاهلي جدا، ده صفقه قرن. مصطفى فتحي نفس القصه، هينقل الاهلي نقله كبيره. مصطفى فتحي لعيب جامد، لعيب تقيل، فنان، ساحر، ساحر بجد. هتبقى خيبه تقيله للزمالك لو مصطفى فتحي راح النادي الاهلي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.